من فضلك علمني تمرين للعصب الوركي اللي بينزل على الرجل، والرجل بتبقى مخدرة وفيها تنميل. في الفيديو ده هوريك ازاي تعتني بعصب العرق النسائي في البيت باستخدام تمارين سهلة. الفيديو ده ممكن يساعد أي حد، خصوصا لو عندك عرق نسائي ملتهب أو متهيج أو مضغوط، أو لو عندك انزلاق غضروفي في أسفل الظهر. وأحسن حاجة في الموضوع إنك هتلاحظ إنك مش لازم تكون شاب أو رفيع أو عندك مرونة عالية عشان تعمل التمارين دي وتحسن صحة الأعصاب. العصب الوركي بيسبب مشاكل كتير لأنه أكبر عصب في الجسم وعصب سميك، هو تقريبا في حجم صباعين وبيمتد على طول الرجل كلها. التمارين اللي هنعملها هنا بتساعد على تحرير أهم النقاط اللي بتضغط أو تهيج أو حتى بتلتهب العصب الوركي. على فكرة أنا عمري ما فهمت ليه الناس دايما بيفكروا في العمود الفقري وعضلة البريفورمس بس، مع إن مشكلة العصب الوركي ممكن تكون في أي مكان في الرجل. المهم يلا نبدأ من فوق لتحت. أول نقطة ضغط بتكون في العمود الفقري نفسه، اللي هو الفتحة الصغيرة اللي بيمر منها جذور العصب الوركي. هتنام على بطنك. المهم تسيب رجليك برا السرير أو الكنبة أو أي مكان أنت عليه. حط إيديك على مستوى الكتفين، ممكن تكون أوسع أو أضيق شوية. ريح ظهرك، أنا مش عايزك تشد على ظهرك، كل القوة تبقى في دراعك بس. مد دراعك بالراحة، شوف تقدر توصل لحد فين من غير ما تشد أو تحس بألم. وارجع تاني من غير استعجال. ناس كتير بتحس إن آخر الظهر ماسك كأنه كتلة واحدة، كأنه حاجة واحدة، جزء فيه حركة قليلة، وهو بالضبط المكان اللي بيطلع منه العصب الوركي. الفقرات القطنية الرابعة والخامسة والعجز هتعمل ده 10 مرات من غير استعجال. خلال ال10 حركات دول كأننا بنعمل تحرير، بنحط شحم في آخر العمود الفقري. هتعملها 10 مرات، بعدين ترتاح وتكرر المجموعة دي 3 مرات، يعني 3 مجموعات من 10 حركات. هتلاحظ لما تخلص هتحس إن أسفل ظهرك بقى غير خالص، ده كويس لآلام أسفل الظهر. تاني نقطة ضغط على العصب الوركي هي عضلة البريفورمس. بس استنى، احنا هنعمل إرخاء للعضلة دي من غير ألم. أنا أعرف ناس كتير اتعقدوا من المساجات العميقة دي اللي ساعات كانوا بيستخدموا فيها الكوع وما كانتش بتفيد في حاجة، كانت بس بتخلينا نحس بألم أكتر. اللي هنعمله هو تمارين استطالة خفيفة، وبعد كده العضلة هتبدأ ترتخي واحدة واحدة، خطوة بخطوة وبطريقة مريحة جدا. هتقف جنب كرسي، حط الرجل اللي عايز ترخي فيها عضلة البريفورمس على الكرسي ببطء. هتلف جسمك للناحية التانية، لف الجزء العلوي من جسمك لحد ما تحس بتمدد لطيف هنا في منطقة المؤخرة. حس بالتمدد كأنك تتمطى. وقف هنا، حط ايدك على الجنب الخارجي من ركبتك، ومن غير ما ترجع الجزء العلوي من جسمك وانت محافظ على الوضعية دي، هتضغط ضغط بسيط وتدفع ركبتك على ايدك كأنك بتحاول تبعد ركبتك. هتحس العضلات دي هنا تشتغل. لو حسيت بأي عدم راحة خفف القوة شوية، ماشي؟ هنعد لحد 5 وارتاح. حاول ترتاح على قد ما تقدر، خصوصا في المنطقة دي. تاني شد جامد، ادفع ركبتك في ايدك، حس بعضلات المؤخرة والجزء ده وهم بيشتغلوا، وارتاح. لو فقدت احساس الشد بس لف شوية كمان لحد ما تحس بالشد تاني، وكرر شد جامد. عد لحد 5 واسترخي. هتعمل كده 5 مرات بكل رجل. هنا غير ان الألم بيقل والتنميل والوخز بيقلوا، هتحس بسخونة نازلة على رجلك، وده تحسن الدورة الدموية اللي بيجي مع استرخاء العضلات العميقة. لف حجر مريتي. قضيت تقريبا 10 سنين هنا على يوتيوب، ودي هتكون أول مرة أعلم فيها الحركة دي، وأنا أضمن لك إنك عمرك ما شفت التمرين ده في أي مكان، لا على الإنترنت ولا بره. اللي هنعمله هو إننا هنفك كل نقاط الضغط على العصب الوركي عند الركبة والكاحل في نفس الوقت. العصب الوركي بيتفرع لجزئين،
هنا ورا الفخذ قريب من الركبة، جزء منه بيعدي جنب راس عظمة الشظية اللي هي العظمة اللي في جنب الرجل من بره. دي منطقة مهمة جدا للعصب الوركي. هنا عند الكاحل، أظن من الناحية التانية هيكون أوضح ليك تشوف. هنا عند الكاحل الجزئين بتوع العصب الوركي، واحد بيعدي ورا الكاحل جنب الكعب، والتاني بيعدي من قدام. شوف، من قدام ومن ورا الكاحل. الطريقة اللي نحرر بيها كل النقط دي في نفس الوقت إنك تقعد وانت حاطط رجلك كويس على الأرض. لو قعدت على طرف الكرسي هيكون أحسن كمان. هتركز في الحركة وتركز على صباع رجلك الصغير. بص كده، ارفع صباع رجلك الصغير وابعده عن الأرض على قد ما تقدر، وبعدين ادفع صباع رجلك الصغير في الأرض على قد ما تقدر. هتلاحظ إن الكاحل بيتحرك بس تركيزك كله على صباع رجلك الصغير. هتعمل الحركة دي من غير استعجال، على قد ما تقدر، بأكبر مدى حركة تقدر عليه لمدة 30 ثانية لحد دقيقة. ده هيحرك وهيزيد وهيخلي كل النقط اللي بيمر فيها العصب الوركي تتحرر. رأس عظمة الشظية هنا فوق، والنقطتين بتوع الكاحل قدام وورا. هتعمل كده من 30 ثانية لدقيقة مع كل رجل. كده بقى أحسن بكتير. ال3 تمارين اللي عملناهم دلوقتي علشان نفك النقاط اللي في مسار العصب الوركي تقدر تعملهم 2 أو 3 في الأسبوع. ممكن حتى تعملهم بس في الرجل اللي حاسس فيها بالألم، مع إن الأفضل إنك تعملهم في الرجلين الاتنين. دلوقتي التمرين الجاي هيحسن كل الوظائف وهيحسن صحة العصب الوركي كله من أوله لآخره. عشان كده التمرين ده مهم نعمله كل يوم، خصوصا طالما العصب الوركي مش راجع 100%. دي تقنية لتحريك الأعصاب. دي تقنية بتساعد على فك الالتصاقات اللي جمعناها طول عمرنا، والاسم العلمي ليها هو تحسين الديناميكا العصبية. هتدور على مكان قريب من الحيطة وهتستلقي، ممكن يكون كنبة أو سرير أو حتى الأرض. هوريك أقوى طريقة أنا أعرفها لتحريك العصب الوركي، فركز في التفاصيل، ماشي؟ التقنية دي هتكون مختلفة شوية عن اللي شفتها قبل كده على القناة. أول حاجة هتستلقي جنب الحيطة. تاني نقطة، خلي راسك مرفوعة، يعني ممكن تستخدم مخدة أو مخدتين، أو المخدة اللي على شكل إسفين، عارفة؟ المخدة اللي على شكل مثلث. المهم إن راسك تفضل مرفوعة، رجليك متنية، رجل واحدة هتفردها وتحط كعب رجلك على الحيطة. بين الرجل، أيوة باينة. شد قدمك ناحيتك كده، أهو، اعمل الحركة دي، أهو. شوف بتحس بإيه ورا رجلك. لو حسيت إنها وجعتك أو شدت جامد أو بتوجعك، يبقى أنت قريب قوي من الحيطة. في الحالة دي ابعد شوي. لو أنت زي دلوقتي ما حسيتش بأي حاجة ولا حتى شد، يبقى أنت بعيد قوي، يبقى نقرب أكتر من الحيطة. سند كعب رجلك وافرد ركبتك واسحب قدمك. دلوقتي هتحس بالشد في الوضعية دي، من الشد من غير ألم. هتعمل الحركة دي برجلك. وجه صوابع رجلك لتحت وارجعها لفوق. افرد واسني، افرد، اثني قدمك. اعمل ده بهدوء من غير استعجال 60 مرة. ووقف كل ما تحس بتعب أو تحس بالعصب الوركي بيتعبك. لو بدأت تحس بألم أو بدأت تحس بتنميل أو وخز، تنزل رجلك وتستنى لحد ما التعب أو الألم أو التنميل أو الوخز يروحوا، بعدين ترجع تكمل 60 حركة. 60 مرة. بكل رجل عايز تحسن أكتر، في عضلة لما بتتراكم فيها التوتر بتقلد ألم العصب الوركي. أنا هوريك إزاي تحسن العضلة دي بطريقة سهلة. في الفيديو ده كل اللي عليك تضغط هنا على الشاشة. ولو قدرت أساعدك النهاردة، اشكرني بمشاركة الفيديو ده مع حد عنده مشكلة في العصب الوركي، أو بيحس بتنميل أو وخز في رجله، أو عنده انزلاق غضروفي في أسفل الظهر. ده كل اللي بطلبه منك. خلي الفيديو ده يوصل للي محتاجه. أنا هكتفي بكده دلوقتي. سلام كبير، وأشوفكم في المرة الجاية.